لقيت ان الموضوع جوه اوضه العمليات لوحدها متقسم ل3 محاور. اول محور فيهم هو الناس اللي شغاله جوه اوضه العمليات، البيرسونيل او التيم. اول ما بدانا نشتغل كان زي ما كل الناس كانت بادئه، ويمكن لسه في ناس لغايه دلوقتي شغاله كده. كان اللي بيشتغل عمليات السمنه عباره عن جهاز المنظار، دكتور تخدير واحد، انت كجراح بتشتغل العمليه ومعاك يمكن كاميرا مان يشتغل معاك، ونرس. دي كانت بداية الناس اللي شغالة في جوه العمليات. بدأت أفكر، لقيت إنه لا، أنا محتاج التيم ده يكبر أكتر من كده شوية، ومش بأفراد بقى يزيدوا عدد وخلاص، لا، كل واحد يبقى تريند بطريقة معينة عشان يعمل الجوب بتاعته بأحسن طريقة. طب هو كتر الناس كويس ولا وحش؟ هو كويس لو كل واحد بيعمل حاجة مظبوط، ووحش طبعا لو زحمة وخلاص. فبدأت كل واحد أضيفه للتيم أخليه يبقى تريند على حاجة معينة أنا عايزها منه. فوصلنا لإيه بالتيم دوت؟ وصلنا ان انت كجراح شغال معاك اسيستنت 2 وكاميرا مان 2 نيرسنج على ترابيزه العمليات، واحده بتساعدك وتناول، واحده بتجهز الدباسات والحاجات دي كلها. ستاف التخدير كان الاول دكتور تخدير، بقوا 2 دكاتره تخدير، واحد شغال معاك والتاني كانه مونيتورنج كل حاجه او السيستم كله. كل واحد في دولت عمل التريننج بتاعته، يمكن كل واحد في مكان مختلف، عشان نوصل لتيم بروفيشنال بيشتغل دلوقتي في هارموني مش ممكن حد يتخيله.